السلام عليكم، انا اسلام. والنهارده اول فيديو في السلسله الرمضانيه اللي وعدتكم فيها في الشورتس بتاعت امبارح. والنهارده جاي احل لكم اهم مشكلتين ممكن تواجهكم في رمضان، الا واللي هي مشكله الروتين ومشكله الدروس بقى والسناتر والجو حر وهنروح ازاي وهنيجي ازاي. فجاي احل لك المشكلتين دول النهارده ان شاء الله. بس ما تنساش قبل ما نبدا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وكومنت منك كده يدعمني دايما، تنساش بقى شير كده لكل اصحابك عشان كلكم تستفادوا ان شاء الله. بص يا سيدي، هنبدا بموضوع الروتين عشان كده نخلص منه، عشان عارف ان هو عامل لك ازمه وقعدت تدور عليه كتير ومش لاقي برضه حل يرضيك. بص يا سيدي، يومنا في رمضان بيبدا بافضل وقت، الا واللي هو بعد صلاه الفجر مباشره. انت بتصلي الفجر لسه بقى متسحر، لسه شارب، مفيش حاجه مضايقاك، مفيش حاجه خانقاك لسه. يومك بادئ في اللذيذ قوي. فهتبدا بعد صلاه الفجر كده مباشره. طيب ابدا اذاكر ايه بعد صلاه الفجر؟ افضل حاجه تذاكرها هي التراكمات، ابدا بيها دايما. طيب هبدا بالتراكمات، انا معاك. وبعد التراكمات حاجه من المفروض تعملها النهارده. يعني انت مثلا عليك درس جديد عايز تعرفه، ماشي، يبقى درس واحد من الجداد ومع مثلا درسين ثلاثه من التراكمات، ده الاهم. انك تخلص التراكمات علشان بيبقى عليها جزء كبير قوي مترتب على الجديد، فلازم تخلص التراكمات اللي عليك عشان مهمه. فزي ما قلت لك ابدا بالتراكمات علشان تبقى خلصت من هم كبير المفروض هو عليك، فتبقى خلصت منه كده وبدات تفوق بقى للجديد. فزي ما قلت لك ابدا بالتراكمات، ده افضل حاجه هتبدا بيها. وبعد ما تخلصها خش على درس جديد. طيب انا المفروض انهي مذاكرتي بعد كام ساعه؟ 4 ساعات مثلا كويس، ولا 6 ولا 7 ولا ايه بالظبط؟ خليني اقول لك الكلام ده مش صح خالص. مفيش حاجه اسمها اذاكر ساعتين، اذاكر 4 ساعات، اذاكر 5، اذاكر 6، اذاكر 8. بصراحه الكلام دوت ما ينفعش نهائي. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انا بنهي مذاكرتي وقت ما احس بان انا انجزت. انا فعلا عليا قد كده 1 2 3 مثلا، فانا انجزت من 1 2 3 دول 2، ده انجاز. فاضل خلاص حاجه واحده وابقى خلصت. ده اسمه انجاز. لما تحس ان انا عملت انجاز فعلا، ده بس خلاص ده الوقت المناسب اللي انا انهي فيه مذاكرتي. لكن مثلا تذاكر لي درس وتقول لي انا خلاص كده استكفيت وده الانجاز بتاع النهارده، لو معلكش تراكمات فانت مية مية، انت كده الدرس ده زي الفل قوي. لكن لو عليك تراكمات لا، ده كده مش انجاز خالص. انت محتاج تاخد درسين مثلا من التراكمات على درس من الجديد عشان تحس بان في فعلا انجاز اتعمل. وطبعا انا مراقب وانت مراقب وكلنا مراقبين عادي، وبنحاول نحل المشكله دي على قد ما بنقدر. فدي مش مشكلتك لوحدك، وانما مشكله الكل، وانا بحاول احلها معاك ان شاء الله في السلسله الرمضانيه ديت ونخلص التراكمات مع بعض. فزي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها وقت نهايه المذاكره امتى. طب اخد بريك امتى؟ طيب عشان برضه ابقى عارف، لازم برضه ايه شويه ترفيه كده في النص. والله كل برضه ما تحس بشويه انجاز كده حلوين انت خلصتهم، مفيش مشكله لما تكافئ نفسك ب مثلا شويه على الموبايل او ايا كان الترفيه اللي انت عايز تعمله ايه. فلازم يكون نوع من الانجاز قصاده نوع شويه من الراحه، فاهمني؟ يعني مثلا هتخلص درس من التراكمات ودرس من الجديد، فانت عملت انجاز كده نوعا ما. اقعد لك شويه على الموبايل من ربع ساعه لنص ساعه، ما تكترش، وبعد كده ارجع تاني كمل. ده عشان برضه يبقى النظام مريحك وما يبقاش خانقك، ما تبقاش كل الوقت للمذاكره. لا احنا كده نتقفل من المذاكره اصلا ونركنها، ولا تراكمات ولا جديد، فما ينفعش. خد لك برضه ريست، ولكن زي ما قلت لك لازم يكون بعد انجاز. يعني ما تحس كده بان انت عملت انجاز حلو، خد شويه راحه وارجع كمل برضه بقيه انجازك ده. اتفقنا؟ ماشي يا سيدي. دي كده اول مشكله معانا النهارده. خلينا ندخل على الموضوع التاني معانا، الا واللي هو الموضوع السناتر بقى والزحمه بتاعه المواصلات والخنقه، وعقبال ما نروح للمدرس اصلا بيبقى ريقنا ناشف مش قادرين ننطق حرف. خليني اقول لك على حاجه. الموضوع ده له حل واحد، ان انت تتجه طبعا للاونلاين وهكذا زي ما انا وانت عارفين. طيب هل الاونلاين النهارده بقى بالجداره اللي المطلوبه منه وبقى كويس فعلا انه يعتمد عليه؟ خليني اقول لك الاجابه، هو يعتمد عليه. ولكن هنا هتقابلك مشكلتين. المشكله الاولى، هل انت هتراكم وهتكسل تذاكر ولا لا؟ المشكله الثانيه، هتواجه طبعا مشكله ان الشرح مختلف وطريقه الحل مختلفه مع المدرس اللي انت كنت معاه قبل كده. طيب هعمل ايه؟ والله انت تحاول تدور على النت المدرس اللي انت تفهم منه وتتعود عليه من الطريقه بتاعته الجديده. لو انت انا حابب تكمل اونلاين، فحاول تتعود على طريقه المدرس الجديده اللي انت حاببها، والمدرس اللي انت هتتابعه حاول تتعود عليه، مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي انا مش معايا ملزمه المدرس بتاع الاونلاين ده، اعمل ايه؟ والله ابسط حاجه،
تجيب ملزمه المدرس اللي معاك في السنتر، وبعد كده تشوف الشرح من هنا وتحل على طول بملزمه المستر. طيب دلوقتي انا واقف معايا سؤال، هل اعمل ايه دلوقتي؟ والله بيبقى فيه طريقه للتواصل مع المدرس اللي معاك على الاونلاين عن طريق المنصه بقى او ايا كان، تقدر تتواصل معاه. بيبقى فيه جروبات هو عاملها على التليجرام او ايا كانت الطريقه اللي انت ممكن تتواصل معاه مع المدرس، وبيحلها لك. هل المدرسين كلها بتعمل كده؟ والله مش عارف، ولكن اللي جربته حاليا ساعات بيعملوا، وساعات بيبقى فيه تأخير طبعا في من ضغط بقى الأسئلة والدعم وهكذا، فبيتأخر عليك في الرد. فالموضوع ده بيترتب على المدرس بقى اللي انت بتختار من الاونلاين لو وقف سؤال معاك وهكذا. فالموضوع بيرجع لك انت في الاول وفي الاخر، هل انت مستعد تضحي بالمدرس اللي انت بتحبه في السنتر وبتفهم منه بان انت تغير طريقته ممكن بالكامل وتشوف مدرس تاني وهكذا، ولا تضطر بقى ان انت تستحمل وخلاص ان انت تروح السنتر وتتعب؟ انت اللي بتحدد ديت. ولكن خليني اقول لك على حاجه، السنتر بيخليك اكتر جديه شويه من الاونلاين، بيخليك اكتر التزاميا، حتى لو انت ممكن مش هتحل في البيت او هتهمل في الواجب، ولكن بيبقى تركيزك اعلى بكتير وانت في السنتر وانت في الاونلاين. تركيزك بيبقى مشتت، اهلك مثلا ان ينادوك تسمع مسلسل في التلفزيون بره شغال فنفسك انك تروح تشوفه، فالدنيا عندك بتتبوظ كده، ما بتحسش ان اهلك حتى مساعدك وبيديك النوع الجديه اللي انت محتاجه. فانا انصحك لو ما بتعرفش تلتزم بالموضوع ده قوي، او ما عندكش القدره ان انت تطنش لكل الكلام دوت وتطنش لكل اللي حواليك وتركز في الدرس اللي انت بتحضره على الاونلاين، خلاص روح لو انت بتعرف. لو ما بتعرفش كمل في السنتر، رغم حتى ان هو متعب، بس هيبقى افيد لك، مش هتحس كأن انت طلعت من رمضان ده بولا فايده من ناحيه الدروس وهكذا، تبقى مراكم عليك قد كده. بس دول كانوا مشكلتين النهارده، وان شاء الله بكره مشكلتين جداد، ودول طبعا انا حبيت ابدا بالاهم واللي بيواجهونا في رمضان كتير قوي. بس اتمنى اكون فدتك يا رب، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.